هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل عيش الكريب بطريقة سهلة وبسيطة، وطبعا بمكونات موجودة في كل بيت. وهنعمله طبعا كده في صينية على البوتاجاز، او لو عندك طاسة هتعمليه. وطبعا مش هنضطر ان احنا نشتري كده بتاعة الكريب ولا اي حاجة، ولا هنكلف نفسينا. ويلا بينا نبدأ بالطريقة على طول. ودي طبعا شكل المكونات اللي احنا هنحتاجها دلوقتي في العجينة، وهقولها معاكم دلوقتي بالتفصيل. اول حاجة هنجيب الخلاط بتاعنا، وهنزل فيه بكوباية ونص من المية، وربع كوباية من اللبن، و3 معالق كبار من الزيت، وبيضة، ومعلقة كبيرة من السكر، وكيس من الفانيليا، وكوباية ونص من الدقيق. وهنضربهم كده كويس في الخلاط لغاية لما ينعموا معانا تماما. وبعد كده هنزل كده بالخليط كده في بولة. وطبعا ده بيكون كده السمك بتاع الخليط ما بيكونش خفيف ولا تقيل قوي، بيبقى في المتوسط، بيبقى بالشكل ده كده. وبكده عملنا معاكم العجينة. تعالوا بقى كده في صينية على البوتاجاز، او لو عندك طاسة اي حاجة يعني. هنزل كده بمعلقة بسيطة كده من الزيت، معلقة صغيرة خالص. وكده هنعملها بالفرشة كده، وهنوزعها كده على الصينية كلها. وهننزل كده بالخليط بشوية صغيرين، وهنلفهم كده بالشكل ده كده لغاية لما الخليط كده يتوزع في قلب الصينية كلها. بس اهم حاجة نسوي عيش الكريب ده على نار هادية علشان ما يتحرقش معانا. ولما يتحمر معانا من تحت كده هنقلبه بقى على الوش التاني ياخد لون. طبعا انت اللي بتتحكمي كده في لون العيش اللي بتاع الكريب. طبعا انت لو عايزاه متحمر اكتر من كده ممكن تسيبيه. طبعا لو عايزاه ابيض برضو ممكن تتحكمي فيه بالشكل ده كده. وهنقلبه برضو زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا وتستاهل التجربة. مش عايزة اقولكوا على طعم العيش ده اصلا يتاكل حاف من غير اي حاجة خالص. وبكده عملنا اول واحد معاكم، تعالوا ما نجرب معاكم واحد تاني. وزي ما عملنا في الطريقة الاولى هنعمل في الطريقة التانية. هننزل كده بمعلقة من الزيت، وهنوزعها كده في الصينية، وهننزل كده بشوية صغيرين كده من العجينة بتاعة الكريب، وهنحاول كده نوزعها في الصينية كلها. وطبعا لما تدينا لون من تحت هنقلبها على الوش التاني، وهنقلبها كده بالشكل ده كده. وطبعا زي ما قلتلك انت اللي بتتحكمي كده في لون العيش بتاع الكريب. طبعا انت لو عايزاه اغمق من كده ماشي، عايزة فاتح ماشي، طبعا كل حاجة ترجعلك انتي. وبكده عملنا العيش معاكم. بسم الله ما شاء الله، طالع جميل جدا. وطبعا انتي بقى ممكن تحشيه اي بقى حشوة انتي تحبيها. طبعا ممكن تحشيه بالفراخ، بالسجق، بالبطاطس، اي حاجة تفضليها بتحشي بيها. وطبعا بتلفيه بالشكل ده كده، تحطي الحشوة في النص وتلفيه كده بالشكل ده كده، وتحمريه تاني على البوتاجاز. وبكده خلصنا معاكم العيش. طبعا لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو حابين نجرب اي طريقة مع بعض اكتبولي في التعليقات، وان شاء الله هنجربها وهقولكوا هتطلع عاملة ايه. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رب يملى بيوتنا كلها خير.